طلاب سنة تالتة ثانوي، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده الفيديو ده عن عوامل قيام ثورة 23 يوليو 1952. 5 عوامل، منهم عاملين سياسيين و2 عسكريين و1 اقتصادي واجتماعي. العوامل السياسية، العامل الأهم لقيام ثورة 23 يوليو هو كان التخلص من الاستعمار، خصوصا بعد ما فشلت معاهدة 36، واللي فشلت مش بس بعد ما مصطفى النحاس ألغاها من طرف واحد، ولكن فشلت لما انجلترا نفسها عرضت المعاهدة دي بداية من سنة 1940 لما طلبت من علي ماهر ان هو يعلن الحرب على دول المحور، ولكنه رفض وبالتالي اتهمته انه ميوله محورية وطردته من الوزارة. تاني حاجة، لما حصل حادث 4 فبراير 42 وطالبت بتعيين مصطفى النحاس كرئيس للوزارة، التدخل في السياسة الداخلية لمصر بيعارض البنود بتاعة المعاهدة. رقم 3، للمرة الثالثة بتتدخل في السياسة الداخلية لمصر بشكل مباشر، كان 1944 قبل انتهاء الحرب العالمية الثانية لما طلبت الملك ان هو يقيل مصطفى النحاس، بتناقض نفسها لسه معينة من سنتين. ليه؟ عشان ما يطالبش بالجلاء وحدة وادي النيل مصر والسودان، وبالتالي يتم تعيين حكومات أقلية، فالشعب ينشغل بالصراع الحزبي وتفعيل الدستور وينسى موضوع الجلاء. ده كده أول سبب أو أول عامل. العامل التاني بنتكلم فيه عن 3 حاجات كلهم أدوا لحاجة واحدة، سوء الأحوال السياسية، من خلال رقم 1 بطش المستعمر، رقم 2 ديكتاتورية الحاكم، رقم 3 الصراع الحزبي بين الأحزاب، فساد سياسي. الحاكم ديكتاتوري من ايام محمد علي، ولكن الحاكم ديكتاتوري في النظام الديمقراطي اللي هو الليبرالي من بعد 23 عشان دستور 23. بنتكلم عن 2، احمد فؤاد الاول وفاروق ابنه، ديكتاتوريه. طيب الاحزاب، بنتكلم عن ان كان في منافسه ما بين الاحزاب على تولي الحكومه. طب الاحزاب من امتى الكلام ده؟ من 1907 لما ظهرت النور، وكلهم كان هدفهم واحد ولكن وسائلهم تختلف. السبب الثالث اللي هو الأول في الأسباب العسكرية، حرب فلسطين. الجيش شاف أو الضباط الأحرار شافوا إن الملك رماهم في بحر أهوال، رماهم في البحر بدون عوامة، وداهم الحرب من غير أي تسليح كافي أو تدريب أو تأهيل أو أعداد كافية حتى. يبقى كده السبب الرئيسي من وجهة نظرهم في هزيمة 48 هو الملك. حتى البطل احمد عبد العزيز قال ان الميدان الحرب الحقيقي مش في فلسطين، ده في مصر. يحاربوا الملك ويحاربوا الانجليز وعوانهم. نرجع للمبادئ اللي انتوا هتاخدوها المفروض بعد كده، او هي في المنهج بعد الجزء اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي. القضاء على الاستعمار وعوانه، ده المبدأ الاول من مبادئ الثورة. العامل الرابع اللي هو العامل العسكري الثاني، متعلق برضو بحرب فلسطين والأسلحة الفاسدة، اللي ثبت في التحقيقات بتاعة النيابة إن عدد كبير من حاشية الملك اشتركوا في الصفقة دي، طلعوا بمصلحة. طب الأسلحة الفاسدة دي مش فاسدة، يعني هي بس قديمة مش مواكبة العصر، فلما بقى أضرب مثلا 3-4 بينضرب لي 30-40. هي دي فكرة الأسلحة الفاسدة. سيبك من فكرة ضرب النار تقوم ضربة في صدر العسكري، لا الكلام ده ما كانش حقيقي. طبعا ارجع لحته الاسلحه دي بقى لمحمد علي اللي كان اعتمد على الاكتفاء الذاتي في الاسلحه والذخيره بالمصانع اللي عملها، وكذلك ارجع للصناعات الحربيه في عهد عباس وسعيد بسبب حرب القرم واسماعيل، وارجع برضو للاحتلال الانجليزي اللي عكس الايه في الليله دي كلها وخلانا ما نصنعش اسلحه وقفل لنا مصانع الاسلحه والذخيره ونعتمد على السلاح الانجليزي. ما هو السلاح ده كان انجليزي من بقايا الحرب العالميه الثانيه. تمام كده؟ طب السبب الخامس اللي هو بقى السبب الاقتصادي والاجتماعي، متعلق بحاجتين، بفئتين في المجتمع، الفئه اللي بتعاني من الاقطاع والفئه اللي بتعاني من العداله الاجتماعيه الغايبه عند العمال. صناعه يبقى قطاع زراعه، والعمال التانيين دول عمال الزراعه حاجه زراعه، والعمال دول مقصود بيهم عمال المصانع. لما يبقى في سوء توزيع الاراضي الزراعيه، ودي بدات من امتى؟ من ايام محمد علي، هو اللي اخترع اصلا المسمى الجديد بتاع الاعيان ان هو ينطبق على كبار ومتوسطي ملاك الارض الزراعيه، بعد ما كان بينطبق قبل كده قبل محمد علي على الوجهاء والاغنياء. الاعيان في حاجتين، في 2 اعيان قبل محمد علي وبعد محمد علي.
خلاص. سوء توزيع الارض الزراعيه ادى الى ان في عدد قليل جدا هو اللي متملك المساحه الاكبر من الارض الزراعيه في مصر، والعكس صحيح، عدد كبير جدا ومعاه حته قد كده، بل مش متملكه اصلا، بل عبيد. العمال الزراعيين كانوا عبيد عند الملاك. فده طبعا مفيش عداله اجتماعيه بسبب الاقطاع. يبقى ده من ضمن العوامل الشعبيه المرتبط بالشعب قوي. طب ده ايه؟ يصنف ايه؟ اقتصادي واجتماعي، بل اجتماعي في المقام الاول. طيب الجزء الثاني بقى بتاع العمال اللي هم عمال المصانع، ولا كان في ليهم اجازات ولا تحديد ساعات عمل ولا اجور حلوه ولا قوانين تعويضات ولا تامينات اجتماعيه ولا تعويض لاصابه العمل. كل ده انا بتحكم في العامل. غياب عداله اجتماعيه. وارجع لفكره المبادئ بتاعت الثوره اللي هتاخدوها بعد كده. عندك قضاء على الاقطاع عشان الحته دي، عشان العامل ده. القضاء على الاحتكار وسيطره راس المال ده مقصود بقى اللي هم اصحاب المصانع عشان الحته دي، اصحاب المصالح الخاصه يعني. الاقطاع زراعه. يجي يقول لك مثلا العامل اللي ادى بعد كده ان يتعمل قوانين التامينات الاجتماعيه او قوانين العمل هو العامل ده. حاولت الم لكم الدنيا بشكل بسيط مختصر مش قوي يعني حاولنا نجيب كذا حاجه ممكنه. في طبعا بعض الافكار ممكن كانت تتقال، بس عشان زمن الفيديو حبيت اختصر. بالتوفيق. منساش لما تفهم هتعرف تحل. فهمني. شكرا. راعي الفهم في مصر، حازم حشاد.